واليوم كلش حلو فحبيت In 14 kilometers, keep left. ابقوا يعني. ايش محلاها هولندا من تكون شمس، والله بتتجنن. لكن الله لا يراويكم من تكون غيم، كل نهار مطر ولونها رصاصي يلعب النفس. وهاي وصلنا امستردام، هذا المكان اللي احنا بيه هسه حاليا. تشوفون المكان حلو كلش هادئ. احنا هيجي بشارع، اعتقد شارع صيني او هيجي شي. شوفون المطاعم اللي بيه كلها صينية تقريبا يعني. شوفوا هنا يعني وين ما تمشون تلقوا السياح، تلقون السياح داير مدايركم. شوفوا جنط والناس تمشي. وصلنا لأمستردام وبدت ريحة الحشيش، ريحة الويت. هنا بأمستردام مستحيل أو نادر تلقون هنا بأمستردام نادر ما تلقون واحد يحكي هولندي. لغات متنوعة واكو لغات اصلا ما تقدرون تفهمون عليها، مو تعرفون شنو اصلها. مقابلنا ذيك البناية هاي محطة القطارات مال أمستردام. هذا الدخول المحل بريمارك. طبعا انا اذا ادخل محل بريمارك ما راح اطلع من عندهم بعد 6 ساعات. هاي ساحة الدم، ذاك هو الدم تشوفوه الابيض. خلي اراويكم منه. هاي الشجرة بعدها مشايليها، شجرة كريسمس. دائما شكو احتفالات تصير بأمستردام تلقوها بهاي الساحة، هاي الساحة بالذات. ذاك المتحف المقابلنا. شوفوا عن قريب. والحلوين جهالي علاو زينة. وهاي لولو. لولو شوف شو مسوين بيها من البرد.
شوف الناس، والله ذكرني هذا الشارع بالكاظمية بوقت الأعياد. شايف ما تريد تروح بالعيد تتسوق؟ كاظمية ما يندخل لها بكثر الناس. نفس الشيء هنا، بعد البشر تروش يا ربي. Ja, ik heb dat gezien. Het is echt mooi. شوف القمر. ركوا القمر. يا عيني على القمر. ذاك الشارع او ذيك تشوفوها الكرفانات، هذا السوق اكبر سوق مال ورود، وهذا السوق الخاص مال الورد اللي هنا بهولندا. Mir hilft es nichts, weil ich brauche jemanden, der navigiert mit. So, bleib mal kurz da, ich hol mir schnell was. أحمد بابا على الكاميرا ما يصير هالحكي، دائما يشوفون أفك. جماعتي كلهم دائما يشوفون أفك. يعني ظهرك. وهسه راح تبدي جولتنا بهذا السوق. نيني وفنيت. شوفي هاي كلها تقدرون تخلوها بس بالزرع وتصير هاي نوعية مالت الورود. شوفوا هاي همين الأحذية وبداخلها هاي البذور، هي مو بذور أنا ما أعرف، بصيليات. أوكي بصيليات، نسيت أنا اسمها. نعم شوفوا هاي كلها، هذا مختص بالبصيليات تنزرع. نشوف ذاك الكنز، ذاك المكان. شوفوا هاي ورد السوداء، بصيليات مالتها. ما شفتين الماء او هاي موطئ هذا كذا. كاكير. وهاي هم الورود الزينة. طبعا انا لابسة جفوف لانه الجو كلش بارد. سياح من كل مناطق بالعالم يجون حتى يشوفون هذا السوق، يجون خصيصا لهذا السوق. هذا محل مال أجوان، أجوان هولندية، مختص بالأجوان الهولندية، كلش مشهورة هاي نوعية الجبن هنا. حتى اكو مكانات خاصة تنباع بيها، يعني مخصوص إلها، حتى مهرجان ناس يجون حتى يشترون الجبن منها بأليغمار. المنطقة اسمها أليغمار بهولندا. عندهم فترة تقريبا من الشهر الرابع تبدي يبيعون بها هذا الجبن، يسوون بها استعراضات وتشي مهرجانات، وتصير عليها مثل شلون مناقصة أو هيك شي. شلون نقدر نقول، ياهو اللي ينزل سعر أكثر عالجبن الناس تشتري من عنده. هاي نهاية السوق مالت الورد، الاتجاه الثاني.
شوفوا ما حد متونس بهذا المكان غير بس هذا الطفل الصغير، يركض داير مدار الحمام ولا يخاف. واو ايدي من البرد جمدت. يلا بس طلعة حلوة تستاهل هالبرودة. بس ايش قد درجة الحرارة اليوم؟ والله بيها يعني مو مال 2 و3 لا مستحيل. Vanavond mini 1 of mini 2. vanavond بس هسه وانا خاف شنو؟ يعني تقريبا درجة الحرارة هسه 0، بس هم ايش قالوا بنشرة الأخبار بأنه بالليل راح تصير باردة أكثر، يعني ممكن 3 تحت الصفر 4. مهم أنا كنت أتمنى بأنه هسه نلقانا مكان نشرب قهوة، بس القهوة ما راح تفيدنا لأنه إحنا ناويين على مشروع أكبر من القهوة. إذا شربنا القهوة راح تخرب كل مشاريعنا. بس بعدين تفتهمون شنو المشروع. يا جماعة ترى والله حششنا، إذا حتسمعون من عندنا كلام يعني غريب وتشي يقول هذول يعني صرفنا، لأنه هنا هذا الشارع مليان حشيش ومخدرات. اغلب الاشخاص اللي هنا يمشون يعني تلقون وياهم مثلا جقاير مال حشيش مال مخدرات. ويا اصلا امستردام بالذات هذا السنتر دائما تنتشر بيه ريحة الفيت الويت يعني الحشيش، هاي النوعية من الحشيش. فاحنا يعني اذا شفت تطلع من عندنا تصرفات غريبة او فد كلمات غريبة نخربط بالحكي يقول معناته يعني احنا تأثرنا. أنا ما أعرف ليش بالضبط أنت أمستردام يا حد، أنا بس أضحك، ما أعرف أضحك على روحي، أضحك على ذول الدار مداري. المهم طلعنا هسه من أمستردام، ويعني هو من أمستردام من السنتر نفسه طلعنا، وهسه متوجهين لمكان ثاني ربقوا يعني. وهسه وصلنا لوجهتنا الثانية اللي هي مطعم النور. هذا مطعم النور كباب يخبر مالته كباب عراقي وكل انواع الكباب هو تقريبا عنده، يعني اذا تشوفون وهي اكلات ذي المنيو. شوف كل انواع الكباب عنده، شي رهيب. طبعا كباب احنا نتعنى له من غير محافظة، نجي له كل ما نجي لأمستردام لازم نمر عليه ناكل يمه، فيعني الاكل مالته رهيب. وهاي وصل الكباب العراقي شوفوا، واطيب شي هو الخبز حار مكسر يخبر. تمنيناكم ويانا. هنا طبعا المقبلات قضينا عليها قبل تجي الاكل من جوعنا. وهسه حاليا طلعنا من ابو الكباب، صارنا تقريبا 10 دقائق بالطريق، فتشوفون الازدحام اللي وين واصل لهنا. اوكي بتوصلون السيارة راح تبين يمكم، بتشوفون الازدحام اللي وين واصل. مهم هاي كانت سفرتنا لليوم، اتمنى يا رب قضيتوا وقت ممتع ويانا. اشوفكم بخير ان شاء الله. وها قبل لا اسد الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة اذا انتم بعدكم مشتركين، واذا عجبكم هذا الفيديو سووا له شير ولايك حتى يقدرون اكبر عدد من الناس يقدرون يشوفوا. شكرا لكم وتصبحون على خير ومع ألف سلامة.